يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول: ألا أدلك، الحديث عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله عز وجل الليل مع النهار. هقول لك على حاجة لو عملتها هتبقى أكتر من إنك أنت بتذكر ربنا عز وجل بالليل وبالنهار. تقول: الحمد لله. على فكرة نفسي الحلقة دي بالذات تعرفوا الأذكار دي بالذات وتسجلوها وتكتبوها. الحمد لله عدد ما خلق. قول ورايا: الحمد لله عدد ما خلق. شوف قد ايه بقى، شوف ربنا خلق مخلوقات قد ايه، انس وجن وطير وحشرات ودواب الى غير ذلك. ان تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وتسبح الله مثلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. كلام جميل قوي. بيقول له هتقول الحمد لله عدد ما خلق إلى آخر الكلام ده كله، وبرضه لما تحب تسبح تقول نفس الكلام. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقول الحمد لله عدد ما خلق، لا تقول ايه؟ سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق إلى آخره. ولما تقول برضه الله أكبر، الله أكبر عدد ما خلق، الله أكبر ملء ما خلق. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله برضه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق، لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما خلق. إيه رأيك؟ لو قلت كده يبقى ده كأنك أكتر ممن يذكر الله عز وجل بالليل وبالنهار. عشان كده النبي قال في آخر الحديث إيه؟ تعلمهن، اتعلم الذكر ده وعلمهن عقبك، يعني أولادك وأحفادك من بعدك. أدي أول حديث. كنز ولا مش كنز؟